بعد الخسارة المهينة اللي خسرها كريستيانو مع نادي البرتغال في كأس العالم بسبب انه تحط مع دكة البدلاء، وهذا اللي اكد انه رونالدو انتهى رسميا. الناس كلها تصورت انه اذا كان ما اعتزلش باش يدخل في اي نادي اوروبي ضعيف، اكثر واحد يعرض عليه فلوس. اما لا يا حبيبي، رونالدو مازال عنده في جعبته برشا مفاجآت وبرشا ضجة باش يثيرها. وقت لعبت تتفرج في كأس العالم جاء اعلان من نادي النصر السعودي الى كريستيانو، اما الجواب متاع كريستيانو ما ذاعش وقتها. في الوقت هذاك خرجت اخت كريستيانو رونالدو بتغريدة وقالت فيها كريستيانو رونالدو في النصر، هذه نكتة العام. اما رونالدو يفاجئ الجميع ويعلن انضمامه الى نادي النصر السعودي، وهذا اللي خلى وراه برشا تساؤلات. اما اني باش نقول لكم الاسباب الحقيقية اللي خلات كريستيانو رونالدو ينتقل الى النصر. السبب الاولاني انه خذا برشا فلوس من مالك نادي النصر السعودي. السبب الثاني انه ما حبش يدخل ايكيبا ضعيفة في اوروبا اللي باش تزيد تقعدوا على دكة البدلاء وتكمل تبهد. السبب الثالث انه ما عاد يحب يقابل ميسي وحب يخرج من المنافسة ذي بكلها وبكبرها. تو باش تقولوا لي علاش النصر دفعت الفلوس هذه الكل؟ اغنى لاعب في العالم باش يدخل لنادي النصر، بالرغم من ان كانت تحطوا في نادي كاستل اللي يلعب في اوروبا. حب نقول لك اللي كريستيانو رونالدو يلعب في السعودية هذه دعاية كبيرة اصلا للسياحة في السعودية، وباش تعرف برشا عباد بالسعودية واللي هي ما هيش البلاد اللي فمخاخهم. ثاني حاجة هذايا كيف دعاية كبيرة للدوري السعودي واللي باش يجيب له برشا مشاهدين، وانا اول واحد منهم. السبب الثالث كانت تعمل هكا طلع وتطلع على الحسابات الرسمية لنادي النصر السعودي، تلقاه انتقل من أعداد صغيرة من المتابعين إلى أعداد مهولة، وهذه هي بعض الأسباب. في حين أنه السبب الرئيسي اللي من وجهة نظري راه أنها السعودية عملت كيكا باش تشجع وتقوي فرصتها في باش تاخذ كأس العالم 2030، بحكم أنه كأس العالم دخل قطر برشا مداخيل مادية. توك عرفت سبب انتقال رونالدو الى النصر السعودي. ما تنساش تشترك في القناة باش يوصلك اي جديد.